ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي وصفة بيت الخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض احلى طعمية بيتي ممكن تاكلوها، احلى كمان من اللي بنجيبها جاهزة من بره. يلا بينا بقى نشوف الطعمية الحلوة بتاعتنا دي عملناها ازاي. هنا معانا نص كيلو من الفول المدشوش، يكون منقوع في مية سخنة لمدة 3 ساعات. بس المية ما تبقاش سخنة قوي بتغلي يا جماعة، تكون سخنة عادية اللي هو نقدر ان احنا نحط ايدينا فيها كده. منقوع فيها لمدة 3 ساعات، وبعد كده تسيبيه يصفي كويس جدًا من مَيّته. وأنا كمان عشان كنت مستعجلة عليه نشّفته بالفوطة. وهنا معانا زي ما إحنا شُفنا معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من الملح، وكمان معانا معلقة صغيرة من الكمون. وهنا حزمة من الكرات، و نُص حزمة من الكزبرة الخضرا، وراس توم بس ما تكونش كبيرة، متوسطة، والبصلاية. قطّعتهم هنا زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي أقلّبهم. هنا بقى بعد ما قلبت كل الحاجات بتاعتي كلها مع الفول كويس جدًا، هابتدي بقى إن أنا أحطه في الكبة عشان أفرمه. أنا هاحط نُص الكمية بس، يعني أنا هاضربهم هاعملهم هافرمهم على مرتين مش على مرة واحدة. معايا بقى هنا نُص كوباية من المَيّة اللي أنا هاستخدمها في فرم الطعمية بتاعتي في الكبة، مش هازوّد عن نُص كوباية على كل الكمية. ما نزوّدش مَيّة عن كده يا جماعة عشان العجينة بتاعتنا ما تبُصّي، وإحنا كمان بنقليها ممكن تسيب مننا في قلب الزيت. فهو نُص كوباية حلو جدًا. لو لقيتيها محتاجة أوي، أوي، يعني حسيتيها كده ناشفة معاكِ ومش ماشية بالكَبّة، ممكن من معلقة لمعلقتين تاني زي ما أنا عملت. لكن زيادة عن كده ما انصحكوش إن أنتم تزوّدوا مَيّة، لإن لو زوّدتوا مَيّة عن كده هتبوظ. عن تجربة كذا مرّة أنا عاملاها ما بازوّدش عن معيار المَيّة ده خالص، هي نُص كوباية بس. تمام. هنا بقى أنا باوريكم وأنا كل شوية أشيل الغطا وأزود شوية مَيّة وأرجع تاني أكمّل فرم فيها. هنا بقى بعد ما خلصت، شايفين بقت مفرومة إزاي معايا كويس وناعمة وحلوة إزاي. بس إيه، نطوّل بالنا في الفرم، يعني شوية شوية كده ونفصل الكبة نريّحها عشان ما تتحرقش مننا. هنا بقى هاحط الكزبرة والكمون والملح على الكمية كلّها بعد ما خلّصتها، وأقلّبهم كويس جدًا فيها. بعد ما خلصت الكمية كلها فرم في الكبة، حطيت الملح والكمون والكزبرة وأقلب كويس جدا. هنا بقى هجيب المضرب الكهربا بتاعي، مضرب الهاند بلندر، وابتدي ان انا اخفق فيها او اضربها بالشكل ده لغاية لما تبقى معايا عجينة هشة جدا. وهنا الخطوة دي يا جماعة بتفرق كتير قوي 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 في عجينة الطعمية بتاعتي، بتخليها هشة ومقرمشة جدا في الآلية بتاعتها، تبقى زي بتاعة برّه وأحسن كمان. وعادي حتى أنتِ لو ما عندكيش مضرب كهربا زي كده، عادي بالويسك أو المضرب اليدوي عادي تفضلي تضربي فيها، اضربي فيها لغاية لمّا تبقى معانا بالشكل ده. فعلًا يا جماعة الخطوة دي بتفرق جدًا، جدًا، جدًا في قوام الطعمية بتاعتنا، بتخلّيها فعلًا تحفة زي اللي بنجيبها من برّه وأحلى كمان، من غير بقى لا بيكنج باودر ولا أي حاجة خالص من اللي إحنا بنسمعها دي. وحطيتها بقى بعد كده في أكياس التلاجة وفردتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان ما تاخدش مكان في الفريزر. نبتدي بقى هنا نقلي الطعمية بتاعتنا. جبت طبق فيه سمسم وطبق فيه مية والعجينة، وابتدي ان انا اقلي. وعايزة اقول لكم على حاجة بالنسبة للي مش هيبقى عنده مضرب كهربائي، اللي مش متوفر عنده المضرب الكهربائي ومش هيقدر ان هو يعملها بالمضرب اليدوي، ممكن عادي يشيلها في الفريزر على كده، يكيسها في الأكياس بتاعتها على كده من غير ما يعمل الخطوة بتاعة المضرب دي. يعني يا دوبك نعملها في الكبة
وبعد كده نشيلها عادي في الفريزر، وكل ما نيجي نطلّع كيس نعمله نجيب المضرب بتاعنا اليدوي أو الكهربائي نبتدي إن إحنا نضربها الأول قبل ما نقليها. أنا بس حبيت أوريكم في الفيديو لمّا ضربتها بالمضرب بقت شكلها عامل إزاي. بس عادي أنا ممكن أشيلها في الفريزر، وبعد كده مع كل كيس هابتدي إن أنا أستخدمه، قبل ما أقليه أعمل الخطوة بتاعة الخفق بالمضرب الكهربائي دي أو المضرب اليدوي، بتخلّيها فعلًا تحفة. وناخد بالنا قبل ما نبتدي قلي يا جماعة إن الزيت بتاعنا يكون سخن كويس، وأول ما نحط الطعمية بتاعتنا في الزيت يا دوبك أول ما نحطها خلاص نبتدي بعد كده إن إحنا نهدّي النار عشان ما تتحرقش معانا أو تاخد لون غامق من برّه وتكون من جوّه نيّة. نوطّي النار بتاعتنا نهدّيها شوية، ونبتدي بقى إن إحنا نقلّبها على الجنب التاني. أهم حاجة بس إن الأول بس يكون الزيت سخن. هنا بقى شكلها بعد ما اتعملت، شايفين الجمال؟ تحفة. حابة أقول لكم على معلومة تانية أخيرة مهمة، إن إحنا ما نكترش الخضرة عن اللي أنا وريته لكم في الفيديو عشان ما تبقاش معانا غامقة ومش حلوة بعد كده واحنا بنقليها. هنا أنا حبيت أعمل للأولاد كام كده واحدة بالجبنة الموتزاريلا وباللانشون، طلعت تحفة حبوها جدا. ولو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. هنا تكون خلصت وصفتنا النهاردة، واشوفكم على خير في وصفة جديدة من قناتي وصفة بيت الخير. باي باي.